أنا مش عارف أبدا منين لأني ماشي مصدف ولي حصل لحد دلوقتي. يمكن لأني حصل لي خلل في المخ تجننت يعني أيوة منا حاليا في مستشفى الأمراض العقلية. قصتي بتبدأ في يوم كانت في المحكمة قاعد في القاعة، وفي قضية هيتحكم فيها قبل قضيتي في اليوم ده. القاعة كانت مليانا وعلى آخرها دخل القاضي ومعه المستشارين، وقال حكمت المحكمة وبإجماع الآراء علي متهمه فاطمة حسن المدني بحاله أوراقها لفضيله المفتي بالصيت علي القفص. شفت بنت جميله جدا بتصرخ وبتقول حرام والله حرام أنا مقتلتش حد، وفجأة وقعت جوها القفص وفضلت تتشنج زياري. عنده صرع شالوها وخرجوا بها ونادوا علي القضية بتاعتي. خلصت شغلي وخرجت من المحكمة عادية، ما عنديش فضول ولا أي حاجة شدتني إصراحة لا نده الطبيعية في شغلي. في اليوم ده رجعت البيت وتغديت أنا ومراتي وبنتي ودخلت أنام لكني حلمت بها. أيه حلمت بفاطمة كانت واقفه في القفص وبتبكي، لكنها كانت بتبكي دم وفيه غراب شكله مقزز ومقرف بيحاول يدخلها القفص. صحيت من النوم مفزوع وقولت أكيد دي علامة عشان أساعد البنت دي. ومن بعد اليوم ده حياتي كلها اتغيرت 180 درجة. جمجمة وجه بدون تعبير. القصة كاملة يد تشير إلى أسفل، يد تشير إلى أسفل. أبواب الجحيم سطا حقيقية تحولت لقضية را.